يلا تسريحة جديدة هنعملها مع بعض. مبدئيا شعري كان برضو يعني في الباد داي هير، فعشان كده قررت اعمل التسريحة دي معاكم. اولا بنقسم الشعر من قدام، وزي ما انتوا شايفين بنقسم حتى كل جزء لجزئين كمان، ومع التوك طبعا المفضلة عندي، وابتدي اعمل زي اساتك صغيرة. لو تفتكروا كنا بنعمل الحاجات دي واحنا صغيرين زمان. وهنا برضو بعمل نفس الفكرة لكل الاجزاء. طبعا قسموهم اكتر قسموهم اقل مفيش اي مشكلة، المهم ان انتوا تقسموهم على 2 وما تاخدوش كمية كبيرة برضو عشان تديكم الشكل اللي هنشوفه في اخر الفيديو. هنا برضو كنت بعمل بنفس الطريقة الجزء ده عشان بس ما اطولش عليكم، فهنعمل الجزئين. طبعا شكل مضحك جدا مش هنضحك. ابتديت بقى اخد زي كل 2 عكس بعض مع بعض، يعني الجزء اللي قدام اخدته مع اللي قدام بس الناحية التانية، وهكذا مشيت برضو بنفس الترتيب على كل باقي الشعر. زي ما انتوا شايفين شكلها هي يمكن مش واضح، بس تعالوا بقى شوفوا لما نلم الشعر دول لقدام الشكل من قدام حلو. طبعا لو عندكم كمان اللي هي بتبقى التوك الصغيرة اللي بتتحط على الشعر في الضفاير والكلام ده هتكون كمان هايلة جدا، بس للأسف انا كان لسه ما جبتش منه. وهنا انا عملت سايبان كده لفوق زي ما انتوا شايفين. ويلا بينا فاينل ريزلت. بص شكلها جميل قوي بجد. لما الشعر تنفع لكبار وصغيرين. قولولي رأيكم في الكومنتات.